بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عام دراسي سعيد. كل سنة وانتم طيبين وبالتوفيق والنجاح لولادنا كلهم يا رب، واللهم يسر كل عسير، سهل لهم الصعب يا رب. ندخل في الفيديو بتاعنا النهاردة. بما ان احنا دخلنا في فصل الخريف وداخلين على الشتاء، فهنعمل أكلة شتوية من الزمن الجميل. أنا بالنسبة لي شايفة إن الأكلة دي شتوية أكتر، يعني هتدفي. ممكن تعمليها لوحدها، ممكن تعمليها جنب حاجة كمان هتدفي البيت كده، هتحسسك بالبيت. طبعا الستات اللي بتشتغل او اللي بتودي دروس، فايه حالا كده أكلة سريعة خفيفة. طعمها حلو وهتعجب الولاد. ريحتها كانت جميلة بجد، كانت يعني عاجبة ولادي. معايا هنا بصلاية حلوة كده مفرومة ناعم، معايا قرن فلفل، معايا ورقة لوري. هنزل كل ده في شوية زيت وهديهم ايه تشويحة كده ايه حلو. عندي هنا بقى ايه، عندي شوية كبد هنا، حوالي نص كيلو كبد على قلوب مش قوانص. انا ما بعملش القلوب مع الكبد مع القوانص، لان الكبد مش بتاخد سوى القوانص. اما بتبتدي البصلة بقى تاخد لون معايا، انا حاطة ورقة اللوري بتديني ريحة كده مع الزيت. هنزل بقى الكبد بتاعتي، طبعا رشالة فلفل اسود، لسه هنبهر طبعا، بس انا رشة شوية فلفل اسود كده علشان ايه، ما اشمش ريحة زفارة. قطعت حتة فلفلاية حامية كمان كده حسب الرغبة، تديها نفس وطعم كده وتعلي التست بتاعها معانا. ساعة ما يعني أنا عايزة الكبدة تخش في مرحلة السوا، عشان مش هتاخد سوا مع الرز كتير، فأنا هسيبها شوية كده ايه، واديها كل مدى اديها تقليبة كده، أحس ما حد ما أحس إن هي بدأت تشرب السوائل بتاعتها تتهان. ريحتها جميلة ومفيهاش أي زفارة، مغسولة حلو مغسولة كويس. عندي بقى البهارات بتاعتي، ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، وبهارات مشكلة، كاري، كركم، بابريكا، زعتر، روزماري، البهارات اللي عندك. يعني انا عندي دول كله مصحون كده وحطها على بعض. عندي شوية زبيب بقى هديهم كده، انزلهم على الكبد بتاعتي، هتديني تسكيرة وطعم حلو كده للأكلة بتاعتي النهاردة. مش حابة بلاش، بس انا بحب طعم الزبيب. وكمان عندي انا مشتريتوش مخصوص، عندي في البيت. انزل بقى اصل الرز بتاعي طبعا، انزله واديله تشويحه مع الكبده شويه. طبعا انا عندك شوربه ماشي، ما عندكيش نغلي ميه عادي، مش شرط يعني الشوربه. كده كده احنا مبهرين الكبده بتاعتنا، فالرز هياخد من طعم الكبده. هو الرز ده عامل شبه الرز اللي هو بيتحشي بيه الحمام او الفراخ، بس طبعا احنا مبهرينه زياده شويه وهنسويه كويس. وفيه الكبد بقى كتير، يعني حاولي تكتري في الكبد، بتديله طعم حلو وولادك هيحبوها. والله العظيم انا ولادي بقوا مبسوطين بريحتها وقولوا لي ريحته جميله يا ماما. طبعا عندي بشرت جزرايه، انا كنت عايزه احط بسله وكنت عايزه احط بطاطسايه، فحبيبه قالت لي لا، ما تحطيش خضار عليه ولا حاجه. الاكله دي كانت امي عاملاها من كام يوم، وولادي كلوها عندهم فعجبتهم، بس قالوا لي اعمليها بس بلاش تحطي بسله، ان هما مش من عشاق البسله قد كده. فاكتفيت بالجزرايه كده. طبعا نزلت بالميه، اديتها تشويحه شويه، بعدين نزلت بالميه بتاعتها. نظبط الماده الدهنيه بتاعتها علشان يبقى الرز مفلفل معايا كده وحلو. اديله تقليبه. طبعا ايه، شفت الملح بتاعه تاني، حطيت له رشه شطه ناشفه، وحطيت له مكعب مرقه كده ايه يعلي الطعم بتاعه كمان شويه. كان طعمه جميل فعلا، واكله يعني ما خدتش وقت. انا فعلا كنت بره ورجعت جهزتها على طول، ما خدتش معايا وقت. يعني يا دوب انا جهزتها ونزلناها كلنا. احنا كده كده بنحب ناكل الاكل ايه مش بارد، او مش بنحبه لما يهدى كده، متعودين ناكل الاكل. احب الاكل كده يطلع الدخان بتاعه كده، واحنا ايه قاعدين على الطبلية كده حواليه. بدأ الرز يغلي معايا طبعا، عشان انا غلياله المية بتاعته او الشوربة، فما بياخدش ثواني. اديله تقليبة واهدي عليه يتشرب معايا. عاملين ايه في المدارس دلوقتي؟ عايزين تناموا زي انا عايزه انام ومش عارفه انام بامانه والله.
هما فاكرين ان هما بيطلعوا يروحوا المدرسة وانا بدخل انام، بس لا لا. يعني ربنا ينجحهم وربنا يوفقهم وربنا معاهم. ويا رب يسهل لهم الصعب وييسر لهم كل عسير. هنا بقى انا اخدت حتة من الكبداية، هي طبعا مستوية يعني ما اخدتش وقت كتير. خلصنا كده بقى الرز بتاعنا ايه استوى. يلا بينا بقى ايه نقف على الرخامة بتاعتنا. شايفين الرز بقى عامل ازاي؟ مفرفر كده وحبة بحبايتها كده، بصوا يعني حاجة ما شاء الله. زائد الريحة بقى، ريحته بأمانة ريحته كانت جميلة، ولا في ريحة زفارة ولا في ريحة كده، لا ريحته كانت جميلة وكانت مالية البيت. عجب جوزي وعجب ولادي وعجبنا كلنا بصراحة، وكانت أكلة حلوة وكلنا أكلنا وشبعنا. طبعا قطعنا معاها طماطم كده بكمون، وطبعا طلعنا بقى ايه طبق ليمون على فلفل من اللي احنا مخللينه في البيت. انا ما صورتلكمش ده، بس ان شاء الله عايزه اخلي لكم شطه كده بطريقه حلوه تقعد معاكي من السنه للسنه. شايفين بقى الجمال؟ يعني طبق سلطه كده، ما كانش عندنا خضره معلش. يعني عندنا بقى شويه مكسرات كده، كانوا عندنا شويه زبيب على شويه سوداني كده متحمصين، اديهم رشه بقى. انا اولادي مش بيحبوا المكسرات دي على الرز، انا بقى ينقوها احطها قدامي. انا بحب المكسرات، بحب طعم الزبيب بحبه. وكده ايه خلصنا الاكله بتاعتنا، واكله كانت حلوه وجميله. طبعا انا كنت عايزه ايه اديله منظر كده، فحبيبه قالت لي لا اشيل الطماطم. ب... يعني بتمشي كلامها عليا، مش عارفه هو ده صح ولا غلط. مش بتمشي، هي طبعا هي المشرف بتاعي وهي مدير التصوير بتاعي والمخرج، فهي اللي بتصورني حبيبه والله. يعني بتشوف الصورة حلوة من عندها ولا لأ. كده بقى نغطي الحلة بتاعتنا ونشيل الحاجات بتاعتنا. يا رب الوصفة بتاعتنا والأكلة بتاعتنا تكون عجبتكم. حبيت أكلة عجبتني وبسيطة، حبيت أجربها معاكم. جربوها. لو في حاجة بسيطة ممكن تعملوها في عزومة جنب الأكل ولا حاجة، يبقى طبق حلو وخفيف وبسيط ومغذي، ويعتبر فيه مكونات كتير. عايزين تحطوا له خضار حطوا له، بس انا اولادي ما حبوش الخضار، فانا هعمل الحاجه اللي هم هيحبوها. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الاكله والوصفه بتاعتنا تكون عجبتكم. شايفين الجمال؟ الاهم من العين بتاكل قبل البق زي ما بيقولوا. طبعا ده المخلل احنا عاملينه في البيت. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. ما تنسوناش في التعليقات واللايكات. بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا.